وفي الحديث المشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. إذن هذا حديث مشهور يحفظه صغار المسلمين فضلا عن كبارهم. هذه أركان الإسلام ال5: الشهادتين، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. لكن نقول صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، لكنه جاء بعد الصلاة. بعد الصلاة بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فالصوم متأخر عن الصلاة. لماذا أقول الصوم في الترتيب متأخر عن الصلاة؟ لأن كثير من المسلمين والمسلمات للأسف يحرصون على صيام رمضان حرصا شديدا، وهم مشكورون على هذا، لكن المشكلة في إهمالهم الصلاة. في إهمالهم الصلاة، يعني ما بيصلوش، ويمكن كمان في رمضان حتى ما بيصلوش، ودي مشكلة خطيرة جدا. يعني أيتها المسلمة، أيها المسلم، لماذا تصوم رمضان؟ الجواب: فريضة من فرائض الله، ركن أركان الإسلام. طب لماذا لا تصلي؟ طب ما هي الصلاة أهم. الصلاة ركن أيضا من أركان الإسلام، وهو الركن الأول بعد الشهادتين، فكيف تترك الأساس وتتعلق بما بعده؟ الأصل الصلاة. العلماء لم يختلفوا في من أفطر في نهار رمضان عامدا متعمدا من غير عذر، هل يكفر أم لا؟ لم يختلفوا، اتفقوا على أنه ارتكب كبيرة من الكبائر. من أفطر في نهار رمضان عامدا متعمدا من غير عذر، اتفق على العلماء أنه ارتكب كبيرة من الكبائر، لكن ما اختلفوش هل هو كافر أم مش كافر. لكن اختلفوا في من ترك الصلاة متعمدا من غير عذر، فذهب بعضهم إلى كفر كما سبق بيانه في أول كتاب الصلاة. فأنا بنتهز هذه الفرصة، فرصة التذكير بصيام رمضان، وبشكر الحريصين والحريصات من المسلمين والمسلمات على صيام رمضان، لكني أذكرهم بالأصل وهو الصلاة. الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يا مسلمون حافظوا على الصلاة كما أمركم رب العالمين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يبقى إن شاء الله نحافظ على الصلاة ونصوم بإذن الله.